السلام عليكم. اليوم راح ندير الشاورما، يعني بجد بسيطة، مكونات سهلة وبسيطة بتوجد في كل بيت. هنا قليت هذاك الدجاج تاعي مع الطماطم على جنب، وتاني قليت فلفل ويكون اختياري، فلفل حلو قطع صغيرة. وهنايا رحت درت الرغيف تاعي، حليتهم وطيبتهم، يعني الوصفة الرغيف عندي راها في القناة موجودة. ومن هنا درت صلصة الجبن. عندي هنا كاس ونص من الحليب، أضفت عليها ملعقة ونصف نشاء، نخلطها بالملعقة بارد في بارد، ونضيف شوية ملح وشوية فلفل أكحل اختياري، أنا ما حبيتش نديرو. بعدها نحطها على نار قليلة ونبقى نحرك فيها حتى تختار لي. كي تبدأ تختار لي نضيف لها 3 حبات من الجبن الأبيض، أو أنت وش عندك، تحبي 3 تحبي 4، ولا تزيدي معاهم الجبن المبشور يعطيها مذاق مميز يعني لهذه الصلصة. نبقى نحرك فيها قلت لك هكاك. نحاها على جنب عفوا، ونضيف عليها ملعقة زبدة ونخليها نفرخها، نخليها حتى تحكم روحها مليح. كوني ما كيش مستعجلة، كي تطيب لك راها تجيك شوية طالقة روحها. من بعد كي تصباها في وعاء تخليها واحد نص ساعة إلى ساعة تلقيها حكمت روحها ولات خيطرة. هذه هي بسيطة جدا، ما فيها حتى شي. صلصة الجبن ناجحة من أول مرة تستخدم تجربيها يعني. كمل هكذا ونخليها تبرد على جنب. الجبن أنا المبشور اللي استخدمته، كل واحدة بإمكانياتها يعني وش عندها. بعد جبت الرغيفات تاعي، حليت هذيك الرغيفة، حطيت بطاطا مقلية، وفوقها هذاك الدجاج اللي كنت طيبته مع الطماطم وملح وفلفل أكحل وزيت، وزدت معاهم هذاك الفلفل الحلو. هنا كل واحدة وش عندها، كل قدير وقدره. وحطيت بالفوق هذيك الصلصة ولفيتها، وحطيت في هذاك المرة. هنا شو الصلصة عندي شوية جارية، بس كي خليتها بعد حكت روحها مليح. أنا هناكم نخدم من ومن، يعني مضطرة إني نستخدمها. انتما كي ديروها قبل بوقت باه تتماسك، خلوها ترتاح تتماسك. كمل هكا الرغيفات تاعي، يعني هنا كل واحد وذوقه. نلفها. هنا طبختهم، حطيتهم فوق المرا سخون، وضغطت عليهم بالغطاء تاع البرمة. يعني مش لازم تكون عندك امكانيات غالية باه ديري الشاورما تاعك، ديراها كيما هكا بهذه الطريقة تخرج لك ما شاء الله. نضغطها هكا به تحمر وتلصق هذيك شو كيفاه جات تلصق هذيك الجهة الاخرى تاعها. نبقى نضغطها وندور حتى تلصق مليح هذيك وتجي كيما اللي تتباع، ما كاين حتى فرق. كمل هكا كل حبات تاعي ثم نشوفوه في صحن التقديم. هذه الشاورما تاعي في صحن التقديم، شوفوا كيفاه جات. قصيت حبة جات ما شاء الله، زيها زي اللي تتباع، ويعني بأبسط المكونات اللي عندك في الدار. ناخد معها فرحي بها أهل بيتك أولادك زوجك، خاصة درك رانا مع العطلة، الأطفال هذا وش يحبوا هذا وش يليق لهم. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم.